كولر هيعمل ايه قصاد سان داونز؟ كل الناس دلوقتي بتتكلم كولر هيعمل ايه قصاد سان داونز؟ الاهلي هيعمل ايه في ماتشات سان داونز؟ انا هقول لك الخلاصه، هقول لك اللي بيدور دلوقتي في اجواء النادي الاهلي. كولر بيفكر بنسبه 99% هنسيب 1%، 99% انه يلعب بنفس التشكيل، بس هيغير تغييرات بسيطه جدا، وهي اللي هيلعب باشرف بن شرقي بدايه الماتش، وهيطلع احمد رضا وينزل امام عاشور في نص الملعب. ده اللي كولر بيفكر فيه حاليا، ان هو يعمل التغيير البسيط ده، وان هو مش عايز يخاطر، لان الجول اهلي صن داونز لا قدر الله لو جاب جون هتبقى مصيبه كبيره جدا. ليه؟ لان هو الجون هتحتاج قصاده 3 عشان تكسب، وجونين عشان تتعادل، لان انت نتيجه 0-0 اكبر نتيجه مخادعه، نتيجه في لحظه تكسب وفي لحظه باي باي. انت نفسك لو كسبان، لو الاهلي كسبان 1-0 ولا قدر الله دخل فيه جون تاني في الشوط التاني ولا حاجه، لا قدر الله خلاص شكرا شكرا، هيحتاج جون عشان يتعادل. فالموضوع صعب جدا، يعني نتيجه 0-0 دي اكتر نتيجه ايجابيه مخادعه، فعشان كده كولر مش عايز يخاطر. كولر شايف ان تشكيله المره اللي فاتت كان لعب كويس جدا، بس هنا في مصر هيحتاج بس ان هنا على استاد القاهره هيحتاج بس ان هو يلعب باشرف بن شرقي ويخليهم نفس الحاجه، بس يخليهم يعني الوينجين يطلعوا اكتر شويه. محمد هيوقف على العيش وهيطلع محمد هاني ان هو يطلع يهاجم شويه اكتر، بس هيلعب ان هو يزود الكثافه الهجوميه شويه عن الماتش الاولاني، بس هو بنسبه 100% هيلعب بنفس التشكيل. وليه؟ لان كابتن محمود الخطيب عرفه، قال له انت يا كولر لو كسبت الماتش الجاي اللي هو بتاع سان داونز، انت خلاص هتلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه. فالراجل بيلعب الماتش ده بكل حرفيه وكل دقه، ومش عايز يبيع نفسه، هو عايز يقعد في النادي الاهلي عشان يلعب كاس العالم للانديه. طبعا في ناس تقول لك لو راح كاس العالم للانديه مش هيحقق انجازات، وكولر اصلا بقى اخر فتره مش قد كده، والاهلي الموسم ده مش كويس، في الدوري ضايع، وكل حاجه مش كويسه السنه دي. هقول لك انا معاك في كل ده، بس انت دلوقتي لو غيرت مدرب هل هتعرف تجيب حد غيره؟ فعشان كده كولر مركز جدا في الماتش ده، وانا متفائل جدا ان كولر هيقدر يلعب الماتش ده بطريقه كويسه جدا. تمام. طبعا الاستاد طبعا هيبقى متقفل، والجمهور طبعا يعني ما شاء الله هيبقى حاجه جامده جدا، واستاد الرعب، وكل الناس بتيجي هنا استاد القاهره مرعوبين. فانت لازم تستغل نقطه زي دي، انك في اول الماتش تضغط الضغطه دي هيخليهم يرتبكوا مع الجمهور، هتعمل ماتش جامد جدا. تحاول بقدر كده تجيب جون في الاول، تمام، عشان تستريح طول الماتش. طبعا سان داونز خلي بالنا من نقاط قوه سان داونز، اللي هو بيلعب على الهجمات المرتده بتاعته خطيره جدا جدا، عنده سرعات خطيره جدا في خط الهجوم، خط الوسط بتاعه بيعرف ينقل الكوره حلوه قوي، فلازم نخلي بالنا من النقطتين دول كويس جدا جدا جدا. ده كان كل حاجه الماتش الاهلي وسان داونز. اكتب تحت في الكومنت هل شايف فعلا ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يتغلب على سان داونز ويتاهل للنهائي،